عايز اقول لكم على حاجه بجد، يعني على قلبي يعني. ساعات كتير كده بتبقى دماغي مقفوله وما عنديش حاجه يعني اقولها، ومفيش مواضيع اتكلم معاكم فيها يعني، فبروح لتشات جي بي تي اقول له ممكن يعني تديني فكره كده. انت عارف انا يعني بتكلم على الاستثمار، وبتكلم على البورصه، وبتكلم ازاي النهارده تبقى عندك النهارده النو هاو بتاع امتى تشتري سهم، وتشتري سهم فين، والقصص دي كلها. تو بي اونست كل مره بيطلع لي يعني توبكس وسكريبتس. اتس نوت هيومن يا جماعه. مش يعني مش انا اللي بتكلم. ودي حاجه فعلا بتضايق، انه النهارده احنا معظم الكونتنت اللي موجود، انت بتبص على كونتنت روبوتس، انت بتبص على كونتنت مش انساني، مش طالع من القلب. انا مش بنكر انه ممكن يكون بيساعدك انه تطلع اوت اوف ذا بوكس ايدياز، ويبقى في توبكس مش على دماغك تجيبها لك. بس فكره ان انت تكتب سكريبت تشات جي بي تي او باي اي سوفت وير. انا معظم الفيديوهات اللي عملتها وانا بتكلم فيها بنفسي على قلبي، مش محتاج اجمل الجمل، مش محتاج احطها في سكريبتس معينه. احسن فيديوز جابت انجيجمنت، لانه البني ادم يا جماعه بني ادم. الانسان انسان، الكلمه تطلع من انسان توصل لانسان تاني، مش من روبوت لانسان. فانا عايز اقول لك خليك نفسك، لازم تبقى ذا بيرفكت بيرسون، مش لازم تبقى بتقول الحاجه اللي تعجب الناس كلها، لان عمر ما الناس كلها هتتفق عليك. مش عارف، يمكن الحاجه الوحيده بس اللي على قلبي اقولها لك دلوقتي انه اتكلم على طبيعتك. ما تحاولش تخبي نفسك، ما تحاولش تجمل الجمل، قولها زي ما هي، قول الحاجه اللي على قلبك. اللي عايز اقوله في الاخر، استخدم شات جي بي تي صح، استخدم اي اي صح، ما تخلوش يبقى بدالك، خليه يساعدك بس، خليه يفكر معاك، خليه يديك ايدياز، بس لما تيجي تتكلم انت اللي تتكلم، مش